الوراك المحشية أو زي ما بيقولوا عليها الحمام الكداب من الأكلات السهلة وطعمة ولذيذة جدا جدا. تقدري تعمليها في ساعة بالظبط تكون جاهزة، ما بتاخدش معاكي أي وقت. كمان ما بنحتاجش نطبخ جنبها أي حاجة. أنا بقدم جنبها شوية سلطة أو شوية ملوخية، هي مش محتاجة حاجة زي ما بيقولوا كده، هي مطعمة نفسها بنفسها. كمان تقدري تعمليها تحشيها وتسلقيها وتعينيها في الفريزر، تطلعيها وقت ما تحتاجيها. هنعمل فيديو تفصيلي ليها بكل تكاتها وازاي تنجح معاكي وتبقى بالجمال والروعة دي. استني ما تقلبيش الفيديو، هقولك على فكرة حلوة جدا. لو انت بتجيبي وراك كتير وزهقتي من شويها ومن سلقها، تعالي نعملها بفكرة حلوة جدا. ولا الفراخ البلدي، اهم حاجة نغسلها كويس جدا وننقعها في ليمون ونصفيها كويس. بعد كده نجهز بصلتين، ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناعمة، بس مش اكتر من كده. اوعي تضيفي بهارات تانية، التتبيلة دي هتديكي نتيجة الفراخ البلدي. نضربهم كويس جدا مع بعض في الكبة، ومعاهم ربع كوباية من المية علشان ينعموا كويس جدا جدا على الاخر. قبل التتبيل بقى همسك الورك بتاعي اللي مخلي من العظم، وابدا ان انا افتح اللحم بتاعه، منها ان هو هيستوى معايا بسرعه، وتاني خطوه بقى ان هو كمان هيوسع كده ويديني مساحه علشان وانا بلفه في الوصفه بتاعتي النهارده ياخد كميه حلوه من الحشو، وكمان يبقى طعمه في منتهى الجمال. هفتح كده اللحم بتاعي كويس جدا، اي حته مكلكعه افتحها او اشقها نصين كده بالسكينه عشان اللحم بتاع الورك يوسع معايا. بعد كده الجلده بتاعتي هفصلها عن اللحم، لكن هسيبها متشعلقه في الاخر كده في الدبوسه علشان هي هتبقى الكفر بتاعنا في نهايه الوصفه بتاعتنا. بعد كده بقى هبدا ان انا اتبله كويس جدا واخلي التتبيله تخش في كل حته في اللحم اللي احنا فتحناه، ومهم كمان تخش بين الجلده واللحم اللي احنا فصلناه عن بعضه كده. ونسيبهم نص ساعه او ساعه، او عايزه تبيتيهم في التلاجة براحتك خالص. انا هسيبهم نص ساعه بس في التتبيله دي، وبعد كده نبدا الحشوه بتاعتنا الجباره. حشوة الوراك بقى هتبقى عبارة عن رز وبصل وبهارات. هناخد لكل ورك كبشة كده، كبشة رز بكفة ايدك، كل ورك كبشة رز بكفة ايدك كده. اللي هو انا عاملة 6 وراك فهعمل 6 كبشات، لكن انا بصراحة بزود شوية عشان بحب الخلطة يتبقى منها بيبقى طعمها في منتهى الجمال. وابشر عليهم بصلتين كبار بالمبشرة. بالمبشرة البصلة في الخلطة دي بقى بيبقى ليها طعم تاني وشكل تاني خالص. واحط عليها معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسمر، ونص معلقة من السمنة، ومعلقتين كبار من الزيت. تقدري تخليها كلها سمنة، انا بحط زيت على سمنة علشان تبقى الوصفة خفيفة شوية او الحشوة خفيفة شوية. واقلبهم مع بعض مع ربع كوباية من المية وارفعهم على النار لحد ما يستووا 80%. ايه هي بقى 80% دي؟ 80% دي اللي هو يبقى فاضل له سيكة كده وهيستوى، هيكمل السيكة دي بقى مع الوراك وهي بتستوى. الحشوة بتاعتنا جهزت وبقت زي ما قلنا 80%، يا دوب جاهزة كده، فاضل لها تكة وتستوى. هنبدأ بقى ان احنا نحشي الوراك بتاعتنا، وابدأ ان انا افرد زي ما هي، زي ما انتوا شايفين كده مفرودة اهي زي ما فردناها في الاول. هبدأ احط الحشوة واجي عند الدبوسة في النهاية كده وادخل الحشوة بين اللحم وبعضه، عشان في النهاية خالص لما يتلف هيديني شكل الحمام، عشان كده هو اسمه الحمام الكداب. ونلف رول بسهولة خالص، ونجيب الجلدة اللي احنا فصلناها وسايبينها مربوطة كده عند الدبوسة، ونحطها بنفس الشكل على نهاية الرول اللي احنا لفينا بيه الورك. زي ما انتوا شايفين كده يعتبر اتقفل خلاص. هبدأ بقى اجيب الاسترتش راب بتاعي واقطع حتة مناسبة كده، وابدأ الف الوراك بتاعتنا واضغط كويس قوي عليها علشان تبقى جامدة كده وما تفكش وهي بتتسلق. واجيب كمان قطعة من الفويل واكمل بقى لف كمان لفة تانية كده، واقفل كويس زي البونبونايه كده، اضغط كويس قوي علشان مفيش حاجه تفك مني وهي بتتسلق. في المرحله دي انا مجهزه حله ميه بتغلي على النار، هحط فيها البصل اللي باقي من التتبيله علشان اسلق الحمام الكداب بتاعي او الوراك المحشيه بتاعتي. بتاخد بالظبط ساعه الا ربع كده على النار وبتكون جاهزه وفي منتهى الجمال. اما بقى اللي باقي من الحشوه فانا هحطه تاني على النار بقى يستوى، وهنحطه تحت الحمام الكداب بتاعنا. الوراك بتاعتنا او الحمام الكداب بتاعنا اتسلق وبقى في منتهى الجمال. بس عايزه اقول لكم ان الميه اللي اتسلق فيها هتترمي، ما تنفعش تبقى شوربه، لانها طبعا لانه مسلوق فيها بالورق الفويل فطبعا هتبقى مضره. هبدا بقى ان انا لما يهدى شويه افكه من الاسترتش راب بتاعه، وبعد كده هرصه في صينيه واحط عليه شويه من الزيت وعصره من الليمونه
مش هضيف اي حاجة تانية ولا صلصة ولا صوصات ولا اي حاجة، انا عايزاه ياخد طعم كأن انا عاملة فراخ بلدي. وهدخلهم تحت الشواية ياخدوا لون حلو كده، وهم بقى في الفرن بيتحمروا كده. هجهز السرفيس بتاعي ده، الرز اللي كان باقي انا حطيته على النار كمل سوا، هحطه كده في السرفيس عشان احط عليه الحمام الكداب بتاعنا. وده الشكل النهائي بعد ما طلع. مش قادره اوصف لكم جماله وحلاوته. انا برش عليه شويه كده من الفلفل الاسمر. عايزه اقول لكم بقى ان دي من الاكلات السهله جدا جدا وسريعه جدا بالنسبه لي. ما بقدمش جنبها حاجه غير ممكن شويه من السلطه، او كمان شويه كده من الملوخيه. يعني هو مش محتاج حاجه جنب منه خالص.